بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. الأهلي عك افعك. حياة النبي محمد دي اللي يجيب لي جلطة، ما حد هيجيب لي جلطة غير ده. اما تضحك حتى يجي لي اما تضحك يا اخي. حياة النبي محمد. الأهلي من سيء لأسوأ. النادي الأهلي أصبح فريق مفيش جديد. النادي الأهلي اليومين دول بيقدم لنا أيام سودة. انتوا جبتوا لي جميع الامراض اللي عرفها العلم وما عرفهاش العلم. الأهلي حاليا فقير فنيا، مش ده الأهلي اللي فيه أحسن سكواد في أفريقيا بالتعاقدات مش بالأداء. الأهلي النهارده للمرة الأولى النادي الأهلي من 27 مباراة بيتغلب في أفريقيا على إيد مين؟ شباب بلوزداد. عيل بقه وربنا كنت هموته، والرمله دي تشهد يا منطقه ما فيكيش راجل. ولا ما عدا انت يا كبير، ما عدا انت. انا بحسب. لا ما تحسبش. النهارده كان النادي الأهلي بيلاعب شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، المباراة الرابعة في المجموعة. الأهلي يخسر 1-0 ويتقلص حظوظه في الصعود كأول، مش الصعود. كلنا عارفين الأهلي بنسبة كبيرة ممكن يصعد. مستر مارسيل كولر ما بيقدم لناش جديد، ما بيبهتش على اللعيبة. مش شايفين الكلام ده؟ أيام مستر مارسيل كولر ما جه كان في لعيبه متطوره، كان في لعيبه بتغير اماكنها بالجديد. نقول مستر مارسيل كولر فلان اجاد فلان اجاد، مش شايفين اي اجاده. التشكيل اي حاجه في اي حاجه. يلا السبيسز اللي ما بيننا نقفل. الزون ديفense بتاعنا فين؟ النهارده تشكيل اي حاجه في اي حاجه. عمرو السوليه في النص، احمد نبيل كوكا، كريم الدبيس. دي الافتكاسه بتاعت المباراه. لأول مرة في تاريخنا نشوف 2 شول بيلعبوا أشول في نص الملعب في النادي الأهلي. امضي أشول، امضي أشول، هنا أشول. مش ده الفريق اللي احنا كسبناه 6-1 وفضلنا نهلل الأهلي كسب 6. فاكر أيام ال6 عملنا إيه بال6؟ مش عارف ايه اللي بيحصل لنا ده يا رب. ده احنا لو دخلنا النار مش هيحصل لنا كده. شباب بلوزداد النهارده عمل علينا جيم بامكانيات قليله. فريق مع احترامي ليه فوق دماغي، بس فريق عمره ما عدى دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي النهارده قدم مباراه مش كويسه. ترجع لاحصائيات المجموعه، الاهلي ب 7 بونت، اورلاندو بايرتس 5 بونت. اورلاندو بايرتس لسه هيلاعب استك ابيجان وده اضعف فريق في المجموعه، فالطبيعي انه هيكسب، فهيبقى اول. هتبقى 8-7-6. وحاورين يا كيكا بقى نلف لدوري المجموعات بتاع كل سنه. فين الصفقات بتاعت النادي الاهلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. قول ورايا. هو ده الفريق المفروض ان الدوري ودوري ابطال افريقيا يبقى في خطه مجلس اداره النادي الاهلي، ان ده اللي هيوصلهم لكاس العالم للانديه. ده البطولتين دول اللي انا بتدرب على اساسهم ان انا ابقى في فول تيم في كاس العالم للانديه. احنا مش شايفين ده، مش شايفين صفقات الاهلي. مش هو الاهلي. اللعيبه مش ادائها نفس الاداء. هل اللعيبه شبعت؟ امال بتطلبوا ليه عقود 100 مليون و80 مليون والمفروض محمد الشناوي يقعد شويه بصراحه ربنا. تعالى وريني جايب ايه. يمكن الامل في الصينيه دي. ايه ده؟ فول وقوطه وخيار. صدق بالله انت هتفارق دكه الاحتياطي طول ما انا بضرب. احنا ظالمين مصطفى شوبير. المفروض مصطفى شوبير ياخد وقته. ده وقت مصطفى شوبير. محمد الشناوي كل ماتشين 3 يغلط لنا غلطه يضيع لنا بطوله. ماشي يا عم، احسن حارس مرمى في افريقيا. الشناوي في حته تانيه، ارقام بطولات، بس الكره اللي بنشوفه بعينينا، الكره في الملعب. النهارده بيصد الكره وبقول له خد هات جول. هوبا ضعيف. ايه ده؟ ايه يا جون ده؟ فاتح على البحر ليه يا ابني؟ فين طريقك فين؟ ضيعت شقه اللعيبه كلها. احنا رابعين دفاع النهارده عشان نطلع بالبونت. ضيعنا لنا حضرتك حتى البونت
واللعيبه مش فاضيه دلوقتي، لعيبه النادي الاهلي تحديدا غير للسوشيال ميديا، كل واحد كل دقيقه نازل لي باعتذار، معرفش موضه ولا ايه. يا فندم يا فندم اقرا بتمعن. قريته حبه حبيته من قلبك حبيته يا فندم، حبه اهو بحبك مش من قلبك. لا مجلس اداره النادي الاهلي محتاج يراجع حساباته، محتاج يقعد مع مستر مارسيل كولر نشوف اللي جاي ايه، هنعمل فيه ايه، هنتصرف ازاي. احنا داخلين على مرحله كبيره، وما تجوش بعد كده تزعلوا من الجماهير، ما انتوا اللي بتزعلوا الجماهير بادائكم وقله انتباهكم. المفروض تراعوا ربنا في اكل عيشكم، كل واحد يمسك النجيله يجيبها يشدها من شعره كده، شد النجيله كده، انت ما بتاخدش قليل، انت ما بتاخدش قليل، لازم تعمل باللي انت بتاخده، لازم تشقى جماهير النادي الاهلي، مش هتسكت عليك ولا هتصبر عليك. المفروض النادي الاهلي احنا مش هنعيد ايام الظلمات ونبقى من سيء لاسوأ. النادي الاهلي بقاله مباراتين فقير فنيا، مفيش اداء فني للنادي الاهلي، حاجه مش مبسوطين احنا بالنادي الاهلي اليومين دول، مفيش انبساط. بنلعب النهارده امام عاشور هاف، امام عاشور عمره ما لعب في هاف. المفروض النادي الاهلي لسه في ماتشات جايه تقيله قوي على النادي الاهلي، لسه هنلاعب سموحه، لسه هنلعب تاني في دوري ابطال افريقيا مباراتين. نتمنى النادي الاهلي يحط في دماغه اللي جاي، نتمنى مجلس اداره النادي الاهلي يقعد مع اللعيبه، يقعد مع المدرب. اللي بيحصل ده هيودي الاهلي في خطر، الاهلي حاليا في خطر، نتمنى عودته سريعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.